يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع تكونوا في صحة وعافية. ونقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، انا جيت من السوق الاول، جيت خرجت من الشغل رحت على السوق. هحكي لكم بقى اللي حصل معايا النهارده في السوق، بجد يعني كان موقف مش عايزه اقول لكم، لا احسد عليه. بس بقى بصوا، جبت نعناع اخضر جميل زي ما انتم شايفين كده، واقول لكم بقى جبت نعناع وعملت ايه في السوق، وتعالوا بقى اقول لكم بالظبط انا عملت ايه. وبجد بجد كان يوم مرمطة زي ما بيقولوا كده بالظبط. أه هقول لك بقى كل اللي حصل، بس تعالي معايا ونشوف بقى الفيديو ونشوف احنا جبنا ايه من السوق، ونشوف ايه اللي حصل لي بالظبط في السوق. هو وبجد كان موقف بايخ، بس يعني ان شاء الله اتمنى انه يكون عدى على خير. تعالي معايا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. ايه رأيكم في السمك القمر دوت؟ تعالوا بقى ايه نعمل السمك. هحكي لكم بقى الحكاية من البداية. انا خرجت من السوق، سوري قصدي خرجت من الشغل ورحت السوق. قلت اعمل اكل ايه؟ قلت بصراحة اغير بقى واعمل ايه، اعمل سمك. رحت عند بتاع السمك، لقيت عنده كبسة. ايه هي بقى الكبسة؟ لقيت بتوع التموين بيمروا على الايه، على البياعين في الايه، في السوق. الراجل بسرعة بدأ يقفل المحل، وانا واقفة كنت بوزن السمك ولسه بقى عايزة اجيب بقى انواع تانية. لقيته قال لي لا مفيش بيع يا مدام، وبقى عمال يزعق ويتجنن زي المجنون ويقفل الايه، المحل. بس انا بقى بصراحة كنت صممت ان احنا هناكل سمك. اه والله ده اللي حصل. وبسرعة قلت له طب وزن لي دول بسرعة كده، وزنهم لي. وعايزة اقول لك والله العظيم ما خد باله حتى اذا كنت دفعت له ولا لا. وكان الكيلو على 55 جنيه، عشان تكونوا عارفين. الكلام ده من حوالي يومين أو 3 أيام، بالنسبة للفيديو لما ينزل يعني. المهم بقى للأسف الشديد اداهم لي وقال لي مفيش تنظيف. زي ما انت شايفة كده احنا بنقفل بسرعة. والأول مرة أجيب السمك من غير تنظيف من سنين طويلة جدا جدا جدا. وللأسف الشديد آه طبعا اتدبست فيه. ومش عايزه اقول لكم بقى تعبت فيه جدا. على فكره المقطع ده اتعاد تاني معلش بقى من غير ما اخد بالي. المهم بقى دورت على المقص اللي يكون حامي شويه، للاسف ما كانش حامل الدرجه. بس يعني الى حد ما الحمد لله نضفته، بس بجد بجد تعبت فيه جدا جدا جدا. طبعا مش عامله حسابي بقى ان يبقى المقص مسنون والكلام اللي انتوا عارفينه ده. وزي ما قلت لكم بقالنا سنين طويله جدا ما بنجيبش غير السمك وهو متنضف، يا دوبك بنغسله بس. هنا بقى خدت السمكة سمكية كده كل واحدة، وزي ما انتوا شايفين كده بالمقص وايه. وبدأت بقى اقص الايه، الزعانف بتاعتها واقشرها بالسكينة وبعد كده بقى جبت الفرشة ونضفتها من جوه خالص. زي ما انتوا شايفين طبعا كان مش عايزة اقول لكم بقى، بجد الشكل العام كان صعب جدا. بجد الله يكون في عون الناس اللي بتقعد تنظف في السمك، بجد ربنا يديهم الصحة. اه والله العظيم عرفت قيمتهم. بسم الله ما شاء الله، سمكة كبيرة وتقيلة بسم الله ما شاء الله. وعايزة اقولك بجد بصوا تحس انها صاحية، بس ما شاء الله طلع زي العسل. طبعا خلاص بقى غسلته الغسلة اللي هي زي ما انتوا شايفين كده ونضفته، وما خليتوش طبعا غير المية زي الفل. وبعدين بقى ركنت السمك على جنب، ورحت برضو شاطفة البولة دي زي ما انتوا شايفين كده عشان برضو احس بالنظافة. ورجعت فيها السمك تاني تمام. وهنقعه بقى بايه، بمية. تمام. هننقعه بقى بمية عادي خالص اهو من الحنفية، بعد بقى ما ايه خليته فلة ودقيق. نقعه بقى بدقيق وملح وايه وليمون، واسيبه بقى منقوع حوالي كده قولي ايه نص ساعة. تمام تمام. هنقعه بقى واسيبه في الحوض، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. عقبال بقى ما السمك ايه يعني زي ما بيقولوا كده. بصوا بقى، بصوا الجمال، الدقيق بقى مع الملح مع الايه، مع الليمون. تعالوا بقى نجيب الايه، التوم بتاعنا الايه المتفرز اللي في الفريزر. طلعته بقى من الفريزر اهوت زي ما انتوا شايفين. وطبعا كنت بعمل كل حاجة بسرعة عشان كون خلاص. اخدت وقت طويل بصراحة في تنظيف السمك، مش سهل خالص التنظيف. ليه؟ زي ما قلت لكم بقالنا سنين ما بننضفش السمك. التنظيف بقى اللي انتوا عارفينه ده. حطيت بقى على التوم ايه، حطيت ملح وكمون، واحط كمان ايه، واحط كزبرة ناشفة واقلب بقى. بصوا بقى هنا اهو.
طبعًا الكمون بيبقى أكتر حاجة وفلفل أسود، حطينا بقى فلفل أسود ومعلقة من البابريكا وكمون وملح وفلفل أسود وإيه، وكزبرة ناشفة، وده الفلفل الأسود أهو زي ما أنتم شايفين، وقلّبي بقى يمين وشمال زي ما أنتم شايفين كده لمّا التومة تاخد بقى إيه، تاخد بقى التوابل اللي إحنا حطيناها دي، ما باحطش أكتر من كده. هنا بقى ده إيه، ده بقى الفلفل الأحمر اللي إحنا عاملينه، اللي إحنا كنا فرّزناه مع بعض، وعايزة أقول لِك خدت معلقة منه كده يدّي بقى طعم وريحة وحاجة جميلة أوي، جبت بقى الليمون واعصري بقى ليمون، ليمونتين بقى على قد ما تقدري، تمام، تمام، عصرنا أهو الليمون عليه، ومش هاكتفي كمان بالليمون لا، ده أنا كمان هاجيب بقى معلقة خل كده، نعين بقى البذر بتاع الليمون، وإيه بقى، وأجيب معلقة كمان من الخل وإيه، وخلّيه بقى يتقلّب يمين وشمال زي ما أنتم شايفين بقى بُصّوا، أنا عايزة التوم بقى بالتوابل الحلوة دي، خلاص كده تمام، مش هاحط حاجة تانية، خلاص، خلاص. كده بقى نروح نجيب السمك وإيه، ونشطفه بقى من المَيّة والدقيق، وخلّيناه بسم الله بُصّوا أبيض زي القشطة. أهم حاجة يا بنات نضافة السمك ده بالذات عشان ما تحسيش بالزفارة وانتي بتاكليه. جينا بقى عملت ايه، بقيت طبعا زي ما انتوا شايفين كده بفتح من فوق، بفتح ليه يا ترى؟ علشان السمكة ما شاء الله ما تكون كبيرة معاكي لازم تفتحيها علشان تستوي، لو ما فتحتهاش صدقيني مش هتستوي خالص، وهتطلعيها من الزيت وهي مش مستوية، هتبلك انها مستوية لكن من جوه مش هتكون مستوية. بصي زي ما أنتم شايفين كده بافتحه بقى من ناحيتين، وكمان أحط جواه التتبيلة بتاعتنا الحلوة ديّة، بُصّوا أهو، وأسيبه بقى إيه، قيمة كده ساعة على الأقل، على الأقل حاجة ساعة، طبعًا أنا سِبته حوالي نقول نُص ساعة، علشان طبعًا الوقت كان خدني، وطبعًا عاوزة أعمل أكل عشان الولاد، واعصري بقى ليمون زي ما أنتم شايفين كده فوق وتحت وغرقيها ليمون من برّه من جوّه من بُصّي من كل حتة، غرقيها ليمون، كل ما تغرقيها ليمون هيطلع لِك بقى سمكة حلوة وناشفة كده وجميلة. وبعد كده بقى عادي خالص التقلية بنقليه عادي، ده إحنا قالينه قبل كده مع بعض، دقيق على بتحطي مثلًا دقيق على حسب الكمية، على معلقة أو معلقتين من النشا، تمام، وإيه والزيت وتقلي وخلاص، يعني الموضوع ما فيهوش إيه صعوبية ولا فيه أي حاجة صعبة. خلاص أنا كده خلاص حطيت بُصّي زي ما أنتم شايفين كده الليمون عليه، واسيبه بقى إيه مع نفسه بقى ياخد ويدّي بإيه، بشكل وِدّي مع بعض كده لحد بقى لمّا إيه، أخلّص اللي ورايا. طَب إحنا هنعمل إيه دلوقتي بقى يا نجلة؟ تعالوا بقى أقول لكم هنعمل إيه، سيبوا بقى السمك ده خلاص إحنا إيه، ركنّاه على جنب شوية كده بقى ياخد ويدّي بقى بشكل وِدّي مع التتبيلة الحلوة دي، وتعالي بقى أقول لِك أنا جِبت إيه من السوق، جِبت بقى بُصّوا بقى، جِبت جرجير وجِبت فِجل وكمان جِبت نعناع أخضر، ما هو خلّي بالكم بقى سمك يعني إيه، يعني شاي بنعناع. عايزة أقول لكم كده حاجة كده إيه تفتح النِفس، عايزة أقول لِك كنت باعمل بسرعة مش عايزة أقول لكم إزاي، طبعًا عشان عدّيت على السوق طبعًا خدت برضه وقت، وعقبال ما روّحت وقفت نضّفت السمك، يعني الحمد لله، كان يوم طبعًا طويل بس الحمد لله من كرم ربنا عليَّ خلّصت قبل ما أي حد من الولاد ييجي. وأنتم عارفين بقى يعني الله يكون في عون اللي ما عندهاش بنات زي أحوالي كده، يعني بُصّي فرم من كل النواحي، من كل حتة كده، مش عايزة أقول لكم بقى، يالّا الحمد لله، افتكار ربنا لينا رحمة. هنا بقى بُصّوا غسلته، ولو تاخدي بالِك الفجل كنت باخده كده من جوّه الورق بتاعه أشطفه شطفة حلوة كده وأنزّل عليه الإيه، المَيّة. هنا بقى نقعته وحطيت عليه الخل. خلاص، خلاص، جِبت كمان معايا إيه وأنا جاية، جِبت بقى البرتقان الحلو ده، برتقان بسُرّة بس عايزة أقول لِك فلاحي، حاجة كده والله العظيم تفتح النِفس. وصحيح أنا كنت شايلة شُنط برضه حاسة إن أنا إيه، الشُنط كتيرة، طبعًا شارية حاجات تانية، بس أنا قُلت والله ما هاسيب البرتقان الجميل ده أبدًا، لو حتى الشيلة كانت إيه، شطفته بقى تشطيفة حلوة كده، وبُصّوا زي ما أنتم شايفين كده عشان لمّا ييجي بقى الولاد ياكلوا إن شاء الله ياكلوا إيه، ياكلوا الحاجة مغسولة وزي الفل، تمام، تمام. أهم حاجة طول ما الحاجة عندِك نضيفة كده وحلوة، أنتِ بتبقي مرتاحة حتى إيه، نفسيًا. بُصّوا بقى باشطف أهو بسرعة، بسرعة وخلاص وإيه، وشطفته وأحطه على جنب. هنا بقى جبنا إيه، كل ده السمك بتاعنا زي ما أنتم عارفين منقوع بقى بالإيه، بالتوابل الحلوة بتاعته. هنا بقى جبنا الحلة بتاعتنا، حطينا زيت وحطينا
وقصدي وقطّعنا بصلاية بس تكون كبيرة كده محترمة. وأول بقى ما البصلة بتاعتنا خلاص بقى بتحمَر زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا، تبدأ بقى تحمَر أهي. بُصّوا أنا عايزاها تحمَر أوي، يعني تحسّي إن هي داخلة إيه خلاص هتتحرق. أحُط بقى عليها طماطماية متقطّعة صغيّرة، وآخُد بقى معلقة من التتبيلة اللي إحنا عاملينها للسمك. بُصّوا زي ما أنتم شايفين، ومعلقة كمون، ومعلقة كاري، خلّي بالِك بقى، ومعلقة صغيّرة من القرفة. وقلّبي بقى وبُصّي وهتاكلي بقى رُز مش عايزة أقول لِك، مش عايزة أقول لِك بقى. جماله مش على حد، وتملّحيه بقى بالملح بتاعِك. حطينا الكاري، حطينا القرفة، حطينا الكمون، حطينا شوية من الفلفل الأسود، بس كده، بس كده. وقلّبي بقى الرز بتاعِك والطماطماية طبعًا المتقطّعة الحلوة دي. وطبعًا اوعي تنسي التتبيلة بتاعة السمك حطيها مع الرز. وكلي بقى الرز ده وادعي لي. بس خلّي بالِك من حاجة عشان كتير أوي بنغلط فيها، الرز ده ما بتزودلوش المَيّة. خلّي بالِك الرز ده ما ينفعلوش مَيّة كتير، مَيّة تكون قليلة عن الرز الطبيعي بتاعنا اللي إحنا بنعمله. هنا بقى بتنجانتين كده حلوين كانوا في التلاجة شققتهم كده زي ما أنتِ شايفة، وفتحتهم وهاشويهم، بس بصراحة وعملنا بابا غنوج اللي هو ده. بس طبعًا لقيت الفيديو هيطول أوي، فقُلت لأ خلاص خلّي بابا غنوج ده هانزّله في فيديو لوحده. هنا بقى بسم الله ما شاء الله، إيه رأيكم بقى؟ قالينا بقى السمك تحفة، 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 جميل جدًا، 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 مش عايزة أقول لِك جماله. وكان طعمه زي العسل. جِبت بقى برتقانية كده حلوة كده وقطّعتها بقى إيه، جوليان كده وحطيتها بقى فوق الإيه، السمك. ليه؟ علشان بقى إيه، الشكل العام بقى لمّا ييجي ياكلوا، ياكلوا بقى وهُم فاتحين نفسهم كده. بُصّوا بقى الرز بتاعي تحفة، شايفين البخار خارج منه إزاي؟ عايزة أقول لِك أكلة كانت في منتهى الجمال، وسهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة. وكمان الخضار بتاعنا اللي إحنا كنا غسلناه هنحطه بقى طبعًا مع الأكلة الحلوة دي. وعايزة أقول لِك بالهنا والشفا، ويا رب يكون الفيديو عجبِك. ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. وختامًا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يديكم الصحة والعافية، ونورتوني في قناتي. وكمان أقول لكم أنا إيه، أنا باحبكم في الله.